السلام عليكم، كي دايرين؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف في بروغرامينغ. واحد الموضوع اللي كيساعدنا وكيسهل علينا حياتنا كديفلوبرز وكيخلينا ما نعاودش نكتبوا نفس الكود بزاف د المرات. المهم ما نطولش عليكم، هذا الموضوع هذا هو اللايبراريز. المهم الموضوع راه تقني، ولكن حاولت انني نبسطو باش يكون واضح لكلشي ان شاء الله. المهم دابا غادي تسولني شنو هي المكتبه، يعني اللايبراري شنو كنقصدوا بها، شنو هي. تخيل معايا دابا راسك بغيتي طيب مثلا واحد الخبز بغيت طيب الخبز، واش ضروري انك تصاوب كلشي مثلا من الزيرو؟ يعني تمشي تزرع الزرع، من بعد تحشو، ومن بعد تنقيه وتديه للطاحونه، ومن بعد طحنوا ليك الطاحونه عاد تجيبو عاد تصاوب الخبز ديالك؟ لا، كتمشي كتشريه واجد، كتشري خنشه ديال الطحين موجوده، كتجيبها للدار، كتقد بها الخبز ديالك اولا تقد بها الكيكه ديالك اولا ليكان. هاد الفكره هادي نفسها هي اللايبراري في البرمجه، بمعنى كيكون عندك واحد الكود اللي هو ديجا مكتوب، كتبو ديفلوبرز وحدين اخرين، انت كتقدر تستعمله باش توفر عليك الوقت وحتى الجهد ديالك. مثلا في سي شارب ولا سي بلاس بلاس عندنا مكتبات مثلا اللي كيعاونوك باش دير واحد العمليات رياضيه. مثلا انت باغي تحسب السكوير، مثلا سكوير روت ديال شي عدد، واش انت غتكتب كاع داك الكود مثلا اللي غيحسب لنا داك الجذر المربع ديال داك العدد، اولا مثلا تستخدم مكتبه اللي غتوفر لك ديك الفانكشن، مثلا تعطيها داك العدد تعطيك السكوير روت ديالو. اولا بغيت تحسب مثلا اللوغاريتم ديال شي عدد، المكتبه كتوفر لك هادشي هذا كامل بلا ما تعاود انت تكتب داك الكود زيرو. يعني هي كتوفر لك فانكشنز انت كتستخدمهم، كيسهلوا عليك حياتك في الديفلوبمنت وكيوفروا عليك الوقت، وتنتايا الجهد ديالك ما كتضيعوش في حوايج اللي هما يعني ماشي ضروريين. هذا هو المفهوم ديال اللايبراري. دابا غتقول لي واش خاصني نعرف مثلا نكتب كلشي راسي، اولا نقدر نستعمل مثلا في الكود ديالي غير واحد فانكشنز اللي هما جاهزين، يعني تستخدم بزاف تاع اللايبراريز؟ الجواب ديالي غيكون هو خاصك تكون عارفهم بجوج. يعني المكتبه كتسهل عليك حياتك، كتوفر عليك الوقت، كتعطيك واحد الكواليتي اللي هي طالعه، ولكن حتى الفهم ديالك الا كان خاصك تكون فاهم داك الكود، مثلا ديك فانكشن كيفاش خدامه من الداخل. ماشي ضروري تعقل مثلا تكتبها، ولكن انت عارف مثلا الا جيت تكتبها غتقدر انك تكتبها، غير هو باش ما تضيعش الوقت والجهد ديالك في انك تكتبها من الزيرو، كتستخدمها هي موجوده. باش حتى وقع عندك مثلا شي باغ او لا قدر الله وقع لك شي مشكل، خاصك تكون عارف كيفاش غادي تتعامل معاه باش تصلحو. بحال عندك شي طوموبيل مثلا تقدر تسوقها بلا ما تعرف كيفاش الموتور خدام، او مثلا كيفاش تبدل لها الرويضه ما تكونش عارف تبدلها ليها، هذه اضعف الايمان. يعني ما تكونش قادر انك تبدل لها ترويضه، هاني غتسوقها وغتمشي بها، ولكن لو وقعت فيك في الطريق مثلا الشيخله، شنو راه خاصك تكون عندك فكره مثلا على كيفاش، شنو هما الساروت اللي غادي تجيب وغتحل به دوك البونط ديال الرويضه، كيفاش تجبد السكور، الكريك كيفاش غتستعملو باش تطلع الطوموبيل وتجر الرويضه، ما الى ذلك. فهمتي؟ ضروري خص تكون عندك فكره على شنو هو المشكل. المهم كاخونا صافي باش ندوزو لحوايج اخرين، اللايبراري هو واحد الكود اللي هو ديجا كتبو واحد ديفلوبر واحد اخر، وكيكون بري انك انت تستعملو وانت مرتاح، يخليك تركز على الباقي اللي عندك بلا ما تضيع الوقت. كاينين عندنا بزاف ديال الانواع، عندنا لايبراريز اللي هما خاصين بالمات، اللي خاصين باليو اي بالديزاين، وحتى بالاي اي. اي حاجه طاح لك في راسك راه كاينه. نشوفوا دابا واحد الملخص لهادشي هذا اللي قلت. عندنا اللايبراري هي واحد الكوليكشن ديال البري ريتن كود اللي developers can reuse instead of writing everything from scratch. think of it like واحد tool box، يعني واحد tool box اللي عندك فيها كاع الادوات اللي انت غادي تحتاج في الديفلوبمنت، هي هذيك اللايبراري. يعني تلقى فيها فانكشنز، كلاسز، تقدر تلقى فيها حتى الانتاير فريم ورك باش انك تحل واحد المشكل. ندوزو دابا الانواع اللي كاينين عندنا. كاين عندنا ثلاثه، كاين عندنا ستاندرد لايبراريز، وعندنا ثيرد بارتي لايبراريز، وعندنا سيستيم لايبراريز. ستاندرد لايبراريز هما اللي كيجيو مع اللغه، يعني اللغه نفسها، مثلا سي بلاس بلاس ولا سي شارب كتكون عندها واحد اللايبراري جايه معها خاصه بها هي بديك اللغه، واجده معها هي، بحال مثلا STL اللي كاينه في سي بلاس اللي هي ستاندرد تمبليت لايبراري. اما بالنسبه للثيرد بارتي لايبراريز
هما اللي كيكونوا يعني تطوروا من طرف واحد الناس وحدين اخرين، يعني ماشي الشركة اللي صوبت اللغة هي اللي دارت ديفلوبمنت لهاد اللايبراري هادي، لا كيكونوا غير واحد مجموعة تاع ديفلوبرز هما اللي قادوها. بحال مثلا في الجافا سكريبت راه كنلقاو عندنا الرياكت، يعني هاد الثيرد بارتي لايبراريز بحال قلتي مشيتي للسوق شريتي واحد مثلا واحد الأداة اللي هي مكيناش عندك فواحد داك الباكاج اللي كنتي خديتي. ناخدو مثال مثلا بالتليفون، مثلا التليفون إلا مشيتي تشري مثلا تليفون ريدمي كتلقى فيه مثلا لي زيد ديالو، كتلقى فيه الشارجور معاه ديالو، يعني كاع داكشي اللي غادي تحتاج. بالعكس إلا مشيتي شريتي مثلا تليفون سامسونج كتلقى غير التليفون و الكابل، يعني نتا شنو بقا خاصك يعني الراس ديال الشارجور ضروري تمشي تشريه، خاصك لي زيات. هادو هما نشبههم هما الثيرد بارتي لايبراريز، هما دوك الأدوات اللي ما لقيتيهمش عندك نتا في ديك الباكيج ومشيتي تشريهم من بلاصة أخرى، يعني كيكون مصوبهم واحد آخر ماشي نفس الشركة هي اللي مصوبينهم واحد الناس وحدين آخرين. هادي هي الثيرد بارتي لايبراريز. وعندنا السيستيم لايبراريز. السيستيم لايبراريز هما اللي كيتعاملوا مع السيستيم نيشان بحال مثلا الأوبريتنغ سيستيم، يعني هاد اللايبراريز هادو هما اللي كيحددو ليك الصلاحيات، مثلا هاد الفايل هذا تقدر تخليه، هاد الفايل متقدرش تعدل عليه، فهمتي. عندهم علاقة بالدرايفرز كذلك والنيتورك. هادو هما السيستيم لايبراريز، هما اللي تيكون مفروم من الأوبريتنغ سيستيم باش أننا نديرو واحد تاسكس مثلا جرافيك أولا نيتوركس أولا في النيتوركينغ إتسيتيرا. هادو هما يعني عندنا ستاندرد اللي قلنا كتجمع اللغات. ثيرد بارتي هما اللي كيكونوا ديفلوبرز وحدين اخرين، هما اللي مصاوبينهم ماشي الشركة اللي صنعت لنا اللغة. وعندنا سيستيم لايبراريز اللي هما كيكونوا بروفايدد من الاوبريتنغ سيستيم. الإضافة لهادشي هذا خصنا نكونوا عارفين بأن اللايبراريز عندنا فيهم ستاتيك والديناميك. ستاتيك هي اللي كتكون يعني في المرحلة تاع اللينكين اللي كنا دوينا عليها، كتوقع في الكومبايل تايم. مثلا سي بلاس بلاس تيكون الاكستنشن ديالها دوت لايب. وعندنا الديناميك لايبراريز اللي هما تيوقع ليهم لود في الران تايم، تا تنديرو ران للبروغرام، تا تيبدا شغال البروغرام عاد تيوقع ليهم لودد. بحال مثلا في الويندوز مثلا عندنا دوت دي ال ال. المهم هادشي هادو هما الانواع اللي كاينين حاليا ديال اللايبراريز. دابا هاد اللايبراري هادي راه ماشي شي حاجة اللي هي ماجيك، راه غير واحد الكود اللي هو مكتوب ديجا، فهمتي. نتا مين كتعملو انكلود في البروغرام ديالك اولا في البروجيكت ديالك، راه نتا بحال كتقول للكومبايلر اولا الانتربريتر شوف السي زيد ليا هاد الكود هذا تاع هاد اللايبراري هذا زيدو ليا في البروجيكت ديالي، ويولي ريوزابل نقدر نستعملو في بزاف د البلايص في البروغرام ديالي. هاكا كيفاش كيخدمو هما اندر ذا هود. وكاين عندنا جوج حالات، يا اما الكود كيكون ديجا مترجم واقع او ستورد في واحد الميل في دي دي ال، او لا في الاس او، يعني في واحد المكتبة اللي هي خارجية. المهم شوف اللايبراري عندها مجموعة ديال الإيجابيات أنك تستخدمها، كتوفر لك واحد المجموعة تاع الإيجابيات اللي منها أنها كتسهل عليك حياتك في الديفلوبمنت، يعني مكتخليكش تعاود تختار العجلة من الأول، تعاود تكتب واحد فانكشن من الزيرو. كتخلي البروجيكت ديالك بروفيشنال يعني وهاي كواليتي. وبالإضافة لهادشي هذا كتكون عندك الكوميونيتي سبورت، يعني واحد المجتمع اللي هو كيدعمك بالدوكيومنتيشن بالفوريمز. وكذلك كيكون عندك واحد الاكسس لادفانسد تولز مثلا اي اي جرافيكس نيتوركس، بلا ما يكون عندك واحد ديب نولج مثلا على كيفاش هما بيلت، وبزاف تاع الحوايج اللي هما توفر عليك الجهد الوقت. وكذلك عندها العيوب ديالها، مثلا ملي كتكون مثلا داير انكلود بزاف تاع اللايبراريز، فهنايا بحال راك كتزيد في الحجم ديال البروجيكت ديالك تيولي كبير بزاف، فهمتي. شي بعض المرات كيكون عندك واحد ديباندنسي بزاف على واحد اللايبراريز اللي هما خارجيين، ويعني البروجيكت ديالك عنده اعتمادية على واحد اللايبراريز اللي هما ما عندكش نتايا خارجيين، يعني ديفلوبين على برا ماشي لداخل في البروجيكت ديالك نتايا، داير ليهم انكلود عندك وصافي. يعني هي بحال
كتبقى معتمد عليهم ماشي ديالك. عندك مكتبات اللي مكيبقاش يتطورو، كتلقى راسك صافي راه مثلا المكتبة واحد المرحلة صافي كتوقف مكتبقاش تطور، مكاينش اللي غادي يدير فيها أبديت أو اللي يزيد يحسن شي حاجة فيها. و شي بعض المرات تيقدر يكون عندك واحد البلاك بوكس، يعني معندكش واحد understand على اللايبراري كيفاش دايرة، فهمتي. يقدر يكون عندك security risks ضروري يعني، و تقدر تلقى مشكل هي في الفيرجنز ديال اللايبراري. داكشي علاش الاستخدام ديالنا لللايبراريز خص يكون واحد التعامل اللي هو بروفيشنال، و نكونو عارفين اش كنديرو. كنصيحة أنك تستعمل غير اللايبراريز اللي انت محتاجهم، متعمرش البروجيكت ديالك باللايبراريز اللي انت محتاجهمش، بحال كتعمرو بشي حاجة خاوية مدكس بيه بلا فايدة. ديما حاول تقرا الدوكيومنتيشن تاع ديك اللايبراري قبل ما انك تستعملها، فهمتي، تكون عندك عليها واحد الرؤية، ماشي غير كتستعمل. حاول انك تستعمل مثلا اللايبراريز اللي كيكون عندها واحد الكوميونيتي اللي هي كبيرة. وأهم حاجة من هادشي هذا كامل هو ضروري تكون عارف البيزيكس، الأساسيات. ضروري تكون عارف كيفاش تبني لراسك واحد الفانكشن، كيفاش راسك تصاوب واحد اللايبراري، عاد من بعد دوز انك تستخدم لايبراري. ودابا ناخدو السامراي ديالنا على هادشي هذا كامل اللي من الصباح كندويو عليه. واخا راه هو شوية الموضوع كي قلت في الأول تقني، مي نتمنى نكون قدرت أنني نبسطو باش يبقى واضح للجميع. اللايبراري في البروغرامي هي واحد التولز اللي هي واجدة، كتخليك أنك توفر في التايم وتخدم بواحد الكواليتي اللي هي طالعة. عندنا فيها مجموعة تاع الأنواع third party و ستاندرد و سيستم لايبراريز، كيخدمو من خلال أننا نستدعيوهم في البروجيكت ديالنا ولا في الكود ديالنا. عندهم كي قلنا مزايا وكذلك عندهم عيوب اللي خاصنا أننا ننتبهو ليهم.